السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة الملكة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض فتة الدجاج. عنا هون المقادير موجودة قدامكم. عنا هون خبز محمر، وعنا هون صدر دجاج مسلوق طبعا، وعنا هون طحين 4 معالق طعام طحين، وعنا كاس صغير مرقة دجاج، وعنا توم مهروس، وعنا نصف حبة طماطم وبقدونس هدول للزينة، وهون عنا اللبن. بنبلش بالتحضير. أول خطوة بنبلش بتفتيت الصدر على الخبز المحمر. بنفتته هيك، بنوزعه على الصحن. وهلأ بعد ما قمنا بتفتيت الدجاج على الخبز، بنقوم بوضع المرقة بالتساوي. وهلأ بننتقل لتحضير اللبن. وهلأ بنبلش بتحضير اللبن. نحط الطحينة، نضيف الثوم ونخلطهم بشكل جيد. وهيك صار اللبن معنا جاهز. نبلش نحطه فوق الدجاج والخبز. وهلأ صار الطبق جاهز معنا. طبعا اللبن حسب الرغبة، اللي بحب يحط لبن أكتر فينه يحط أكتر، يضيف أكتر لبن. وهلأ بنقوم بتزيين الصحن. عنا البقدونس، والبندورة. واللي بيحب يضيف زيت زيتون كمان بيضيف نكهة كتير طيبة للصحن، للطبق قصدي. وهيك صار الطبق معنا جاهز للتقديم. هذا هو الشكل النهائي طبعا لهذا اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، والف صحة وهنا. لا تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.